السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم متابعينا الأعزاء، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. لو كنتم جداد على القناة ما تنسوش تعملوا لايك لو عجبكم الفيديو وسبسكرايب للقناة عشان يوصلكم كل جديد مننا. أنا دكتورة إسراء شريف. قبل ما نبتدي الفيديو كده معايا نصيحة صغيرة لكل الأمهات الجديدة واللي أنا منهم. طبعا دي تجربة جديدة وفريدة من نوعها. انتي لو عاوزة تسمعي كلام الناس بالظبط اللي هتقولهولك وبعد كده ترجعي تقولي يا ريتني عملت ويا ريتني عملت زي ما انت عاوزه، لكن الافضل ان انت تسمعي النصايح من هنا ومن هنا وتطبقي اللي انت شايفاه صح ومناسب لابنك او بنتك، لان مفيش حد في الدنيا ابدا هيخاف على اطفالك اكتر منك. لكن خلينا متفقين ان الرضاعة الطبيعية هي احسن حل واحسن غذاء لكل حديثي الولادة. لكن لو انت ناوية تلجئي للرضاعة الصناعية مفيش أي مشكلة، بس ما تتخليش عن أي نوع فيتامين أو معادن طفلك يحتاجه من ساعة ما يتولد لحد إن شاء الله ما يتم نموه على خير. يلا نتكلم ونشوف فوائد الرضاعة الطبيعية والرضاعة الصناعية. تابعوا معايا الفيديو الآخر. من البديهي جدا إن الرضاعة الطبيعية هي الأفضل، وبالذات في أول 6 شهور من عمر البيبي. ولو الأم عايزة تكمل الرضاعة الطبيعية بجانب الأغذية الإضافية اللي هتبدأ تديها البيبي يبقى ده أفضل بكتير. فوائدها كتير، بتقوي الصلة بين الأم والطفل لأن الطفل بيبدأ يشم ريحة الأم ويتعلق بيها. وكمان بيحتوي لبن الأم على الأجسام المضادة اللي بتقضي على البكتيريا والفطريات وبتحمي جسم الطفل من الالتهابات. لبن الأم بيكون مناسب لمعدة الطفل وبيكون سهل هضمه والاستفادة منه، وكمان بيقوي مناعة الرضيع وبيقلل من فرصة إصابة الطفل بالأمراض المزمنة على المدى الطويل زي السكري وضغط الدم. وكمان الرضاعة الطبيعية مهمة للأم، بتحميها من ترهلات الثدي على عكس الشائع خالص عن الرضاعة الطبيعية، وبتحميها كمان من سرطان الرحم والمبايض. الرضاعة الصناعية بتعتبر بديل مناسب لبعض الأمهات وخاصة الأمهات العاملة. فوائده إن اللبن الصناعي متوفر طول الوقت وممكن تديه لطفلك في أي وقت حتى لو انتي برا البيت وما كنتيش مجهزة ببرونة من لبنك الطبيعي. وكمان الرضاعة الصناعية ممكن أي حد غير الأم يستخدمها، وبالتالي بتدي الأم حرية الحركة، مثلا تجهزي الببرونة وتديها لأي حد يأكل البيبي. وكمان لو الأم عايزة تعمل رجيم أو هتاخد أدوية قلقانة إنها ما تنفعش مع الرضاعة الطبيعي أو إنها ممكن تخرج للطفل في اللبن، فالرضاعة الصناعية هي الحل. وكمان لو الأم كان عندها مشكلة في لبن الثدي إنه قليل، فالرضاعة الصناعية برضو هي الحل. وكمان لو الأم عندها مرض خطير ممكن يتنقل للطفل، فبالشكل ده لازم تلجأ للرضاعة الصناعية وتخاف على البيبي. وفي نفس الوقت ما تنسيش أي فيتامين مناسب في الفترة دي لطفلك عشان يقوي مناعته بالشكل المطلوب.